السلام عليكم. فكرت قلت اديلي فتره طويله ما بعمل فيديوهات، ويعني هنرجع كده عادي. لا، قلت لازم نرجع بفيديو قوي جدا 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 في تمرين في السليم. النهارده معانا تمرين البلانك، تمرين رهيب يعتبر من التمارين الاساسيه بالنسبه لي في اليوم. التمرين دوت لو انت واظبت عليه وعملته، بطنك دي او الكور عامه هيبقى سوبر باور كده، وتبقى جامد جدا. البطن نفسها تبقى توند وحاجه رائعه جدا. الفيديو دسم ومليان معلومات هتحبوها ان شاء الله. يلا بينا. اول فيديو تمرين بلانك، تمرين رهيب جدا لانه من افضل التمارين اللي بتستهدف الكور او العضلات بتاعه البطن. طب عضلات البطن بغير ان شكلها حلو وحاجه جميله جدا، ايه فايدتها؟ لما يكون عضلات البطن عندك اقوى تقدر تشيل اوزان اكتر في تمارين تانية زي تمرين السكوات، تمرين الديد ليفت. الكومباوند اكسرسايز او التمارين المركبه ديت بتحتاج كور قوي، زي ما يكون عندك عماره اساسها قوي جدا فتقدر تعلي بيها ادوار كتير. ده غير ان هو هيحميك من اصابات كتيره بنشوفها في العيادات. بيجي لنا عيانين يبدا عنده مشاكل في الظهر، مشاكل حتى في الرقبه، وبيكون اساسها اصلا ضعف في العضلات بتاعه الكور. فلو عملنا التمرين دوت واستمرينا عليه بالطريقه اللي هقولها ان شاء الله في الفيديو. للناس الجديده طبعا اللي مش عارفه تمرين في السليم، دي فيديوهات بنبدا نجيب فيها تمرين بنفصصه، بنعرف كل حاجه عنه، العضلات المستهدفه، الاخطاء الشائعه، وحاجات كتيره جدا وتوصيات في الاخر مننا ازاي تعمل التمرين دوت. اول حاجه معانا هي ازاي نبدا نعمل تمرين البلانك بطريقه صحيحه. تبدا زي ما احنا شايفين دلوقتي، الشولدر والقلب اللي هو مفصل الكوع ومفصل الكتف بيكونوا عاملين 90 درجه على بعض متعامدين. ايدك ممكن تكون مقفوله زي قبضه الايد كده، او تكون فاردها قدامك برضو بالشكل دوت. واهم حاجه بقى لازم تكون ايدك عرضها في نفس عرض كتفك، ولا تكون مفتوحه قوي بعيد عن بعض، ولا تكون ضيقه جدا. ظهرك بيكون مفروض مش مقوس، وهو ده اصلا التمرين بيشتغل عن الطريقه ديت، عن طريق ان عضلات البطن بتبدا شده الظهر بتخليه ما يقعش منك لتحت. دايما بيكون مفروض مش مقوس. باصص دايما على الارض مش لقدام، ما تبصش لقدام، دايما تبقى باصص على الارض. تثبت في الوضع دوت من 15 ل 60 ثانيه على حسب قدراتك وعلى حسب المستوى بتاعك. لو انت لسه مبتدئ بنثبت 15 ثانيه، لو انت اكثر احترافيه وبتفضل متطور متطور بنوصل لحد 60 ثانيه. قبل ما ندخل في نقطه العضلات المستهدفه، عايز اقول لكم ان السنه دي الرقم القياسي في اطول مده لعمل تمرين البلانك واحد كسرها، اسمه جورج هود. قعد عامل تمرين البلانك لمده 18 ساعه 10 دقائق و10 ثواني في 24 ساعه او في مدار اليوم. يعني طبعا كان بيفصل ممكن، بس الفكره كلها التوتال الوقت كله اللي قعد عامل فيه تمرين البلانك في اليوم 18 ساعه و10 دقائق و10 ثواني. يعني تقريبا خد طول اليوم راحه اقل من 6 ساعات. وده راجل كبير كمان. فعايز اقول لكم يعني حبة طموح كده دايما بقولها وهتعمل معجزات. النقطة التانية معانا وهي العضلات المستهدفة. تمرين البلانك رهيب زي ما اتفقنا في استهداف الكور ماسلز، ونبدأ نجيب الأخ عبده يساعدنا بقى في شرح العضلات وكده. بعد ما جبنا صاحبنا عبده هنبدأ نعرف فيه التمرين دوت بيشغل عضلاتي بالظبط. زي ما اتفقنا هو ممتاز جدا ان هو بيقوي عضلات الكور. الكور عامة لو اللي ما يعرفش فيكو ان هو العضلات اللي موجودة في الجسم كلها في الحتة ديت، تمام؟ منها الريكتوس ابدومينس او العضلات بتاعت البطن اللي هي العشبة الشوكولاتايه ديت اللي بتبقى موجودة. دي الطبقة الخارجية خالص. بعد كده الاكسترنال والانترنال اوبليكس، دي العضلات اللي بتبقى جايه من الجنب من الحته دي كده، اللي بتدي نوع من التقسيمه بالجنب في العضلات. وبعد كده بنوصل لحته الترانسفيرس ابدومينس او العضله اللي عامله زي الحزام اللي بتلف الكور بتاعنا كله هنا. كل ما العضله دي تكون توند وقويه اكتر بتبدا تجمع مكونات البطن كلها لجوه. اضافه للعضلات دي كلها في عضلات الظهر برضو اللي بتشتغل عشان تفضل محافظه على وضع الجسم ثابت. فعضلات الظهر برضو واسفل الظهر دي اساسيه بالنسبه لك لو انت رياضي. برضو عضلات المؤخره بتبقى موجوده هنا اللي هي الجلوتيس ماكسيموس وميديوس ومينيموس، اللي بينقبضوا جامد جدا عشان يفضلوا مثبتين وضع الحوض ما يقعش منك كده وانت بتعمل التمرين. ثالث نقطه معانا ايه الاخطاء الشائعه اللي ممكن تعملها اثناء التمرين دوت، تعملك حاجه من الاثنين، تخليك يا اول حاجه بتعمل التمرين بطريقه غلط، يا تاني حاجه ممكن تسبب لك اصابه. اول خطا معانا هو ان انت تخلي الكتف بتاعك لقدام قوي او لورا قوي. احنا اتفقنا ان الكتف يكون هو والقلبو او المفصل بتاع الكوع 90 مع بعض، يعني عاملين 90 درجه مع بعض. كونك حركت كتفك لقدام قوي او رجعته لورا جدا، ده بيخلي في ضغط زياده مش مظبوط على الكتف بتاعك، فبالتالي ممكن يعمل لك مشاكل في الكتف. تاني خطأ معانا هو ان ظهرك وانت بتعمل التمرين يكون مقوس بالطريقه دي مش مفرود، وكده زي ما اتفقنا انت بتعمل التمرين بطريقه غلط اصلا ومش بتستفيد منه باقصى حاجه. تالت خطأ معانا والاخير هو ان انت وانت بتعمل التمرين بدل ما المفروض ظهرك يكون مفرود بالطريقه ديت، بتلاقي ان انت رافع المؤخره سنه لفوق. إيه اللي بيخلي التمرين دوت؟ بيخليه اقل كفاءه. ودي اكتر خطأ بنشوفه، ان انت بتبدا تعمل الحركه دي شويه عشان تعمل سبستيتيوشن او بتحاول
تحاول تعمل التمرين شويه عشان تفضل ثابت في المده الطويله ديت، لكن انت كده مش مشغل العضلات باقصى حاجه. احسن حاجه ان يكون ظهرك مفرود، ودي اصعب حاجه، ان انت بتفضل محافظ على ظهرك مفرود بالطريقه دي، فمحتاج العضلات كلها تشتغل باقصى ما اوتيت من قوه، عضلات بطن، عضلات ظهر، عضلات المؤخره، عشان تفضل مثبتك في الوضع ده. طبعا انتوا عارفين تقييمه في اي تمرين بيكون في 3 نقط: الكفاءه والسهوله في الاداء والامان. اول حاجه الكفاءه في استهداف عضلات الكور عامه هياخد 10 من 10، لان تقريبا من رايي ده افضل تمرين ممكن تعمله عشان تستهدف عضلات الكور بتاعتك. تاني نقطه السهوله في الاداء في التمرين دوت هياخد 6 من 10، لان هو تمرين مش سهل جدا وبرده مش صعب ومستحيل، هو حاجه وسط بين الاثنين. وزي ما اتفقنا كل ما هتثبت اكتر في التمرين كل ما يزداد صعوبه، فانت عندك الاوبشن ان انت تثبت مده قليله وتتدرج. ثالث نقطه في الامان، التمرين دوت هياخد 9 من 10، لان هو تمرين امن جدا وبدرجه كبيره، وكده التقييم الكلي للتمرين يبقى 8 من 10. التمرين دوت لمين؟ يعني مين اللي المفروض يعمل التمرين ده؟ انا شايف ان التمرين ده المفروض يعمله اي حد، سواء كنت انت بتحاول تحافظ على عضلات بطنك قويه، او انت كنت بطنك بارزه شويه زي ما اتفقنا، نسبه الدهون قليله في جسمك، لكن حاسس ان في سنه بطن مرخيه منك، زي ما قلنا في تمرين الستومك فاكيوم اللي لو ما شفتوش لازم تشوفوا من اللينك فوق. فالتمرين دوت مع التمرين التاني ممتازين جدا لعضلات الكور وتقويه عضلات البطن، اللي هي اساس في اي حاجه بتعملها في حياتك. ترشيحاتي ازاي تعملوا التمرين دوت بالظبط في خلال اليوم: هنبدا على حسب المستوى بتاعك من مبتدئ لحد الاحتراف. لو انت مبتدئ هتثبت 10 ثواني، بعدين تريح 10، تثبت 10، تريح 10، بحيث ان انت تكرر الحركه دي 3 مرات وتكررها 3 مرات يوميا. كرر المجموعه دي كلها 3 مرات، يعني مره الصبح ومره في وسط اليوم ومره بالليل. كل ما يزيد مستوى الاحتراف بتاعك طول ما انت رايح هنبدا نزود في الهولد تايم او مستوى الثبات، بدل ما كنت بتثبت 10 ثواني لا هنبدا نثبت 20 30 لحد 60 ثانيه، وطبعا بنكررها 3 مرات في المره، ماكسيمم 4 ل 5 مرات في اليوم. يعني اكتر من كده حتى لو انت محترف وبتعرف تعملها مش هيكون حاجه ضروريه يعني. فانتوا كده عندكم الريكومنديشنز بتاعتي. اخيرا وليس اخيرا، لو عجبك الفيديو دوت اضغط لايك وبقوه عشان نبدا ننشر الفيديو ده ونفيد بيه اكتر عدد ممكن من الناس. ولو عندك تمرين عايز تشوفه في تمرين في السليم حطوا لي تحت في الكومنت، ومين عارف ممكن يكون التمرين الجاي ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.